فيديو النهارده يدخل كده ضمن قائمه فيديوهات اللي هو مثلا ايه، سلسله الفيديوهات الموبوءه، وده بسبب ان انا عايز اصوره من بدري لكني كنت اعاني من تورم في العينين وتنفخ كده، وكان شكلهم مش تعالى بقى نشوف معانا ايه النهارده. بس يعني طبعا مش هننسى نتاجر برحمه ابويا. وبالمناسبه من يومين كان 11/7 اللي هو 11/7/2025 كانت الذكرى الثانيه لوفاه ابويا، الله يرحمه ويسامحه. ما تنسوش تدعوا لابويا بالرحمه وتدعوا لاخواتكم بالنصر. وعزيزي الصديق اهلا بيك. وبعد السلام ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. انا مش عايز اقول اي حوارات تاني ولا اهري في اي هري تاني. كل اللي عايزه منك هتعمل لايك بس، يعني تشك لايك كده. وبعدين ايه بقى اللي هو انت مش زعلانه؟ والعده، عده ايه العده في الشنطه؟ انتوا بتستعبطوا. والله عندك حق، هي فعلا العده في الشنطه، لان لو العده دي ما كانتش في الشنطه اياها وفكرنا بيها ما كانش زماننا بنقول كده. عده ايه العده في الشنطه؟ انتوا بتستعبطوا. حضرتك العده دي عباده، ده امر من ربنا فواجب تنفيذه. انت بتعملي ريباتل على دين ربنا. عده ايه؟ عده ايه؟ عايزيني اقعد في بيتي؟ يا فنانه يا فنانه، ما حدش عايزك تقعدي في بيتك، ده ربنا اللي بيطلب منك لما يحصل جوزك يتوفى او تطلقي تقعدي في بيتك شهور، وده ليكي مش عليكي على فكره، وهفهمك ده دلوقتي. ده اللي بيلاقي حد قاعد مكتئب وتعبان بيقوم اخرجي، قومي البسي واخرجي، ما تقعديش طبعا. مكتئبه. وهتلاقي اصحابك بيتلموا حواليكي وتعالي معانا وانزلي معانا واخرجي من اللي انت فيه. وامك تجهز لك الشنطه، واخوك يربط لك الكوتشي، وابوك يحجز لك الرحله، وبلا بلا 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 بلا. يعني لو فرضا قلنا ان الست اللي متنرفزه وغلطت في الدين دي هنديها اللي هو عذر انها متعصبه، وهو مش عذر طبعا. لكن انت كمذيعه، كواحده مثقفه، كواحده مستضيفه حد وغلط غلطه زي دي، واجب عليك انت تقول بس معلش دي برضو حاجه من عند ربنا. لا دي بتشجع، فاهم اللي هو المفروض يخرجي ويهونوا عليكي. على فكره شهور العده مش كبت، شهور العده مش حبس. طب ليه الراجل لما مراته بتموت ما يقعدش شهور عده والكلام ده؟ هقول لك ان لقيت العلم نفسه بعيدا عن الدين خالص اهو. العلم بيقول ان الست بعد ما بتخرج من حاله جواز سواء بالطلاق او بوفاه الزوج بيحصل لها شويه تغيرات هرمونيه وبتاع، وبتبقى في حاله ضعف اللي هو من الانهيار اللي هي فيه، بتبقى ضعيفه. والفتره دي بتبقى سهل جدا تبقى فريسه لاي يعني اي مفترس، سواء بقى يضحك عليها بانه ينصب عليها او انه ياخد فلوسها او انه مثلا يوقعها في حاجه. العلم بيقول ان الست ممكن تبقى حامل شهر واتنين وتلاتة من غير ما تعرف، من غير ما ده يظهر. فلو فرضا في واحدة راحت اتطلقت من جوزها ومن الغضب بقى ومن الغل وانت ازاي تطلقنا انا وبتاع، هوب بعدها بشهرين كانت متجوزة، وبعد شهر من الجواز مبروك المدام حامل. هنا ما هتقدرش تحدد اللي في بطنها ابن القديم ولا الجديد الا بقى لما تجيبه بالسلامة وابقى خدوا حللوا دي ان ايه. طب حصل وجا ورحت حللت دي ان ايه وطلع ابن القديم، لبست يا بنت القديمة. ليه؟ لانك ما احترمتيش كلام ربنا. فانت لو جينا نحسبها بجد او نحسبها بالعقل هنلاقي ان شهور العده دي انت شايفاها كبت، وانا المفروض اخرج وافك عن نفسي ومش عارف ايه. لا، ربنا مش بيجبتك بشهور العده دي، ده بيسترك بيها، بيضمن لك حقك بيها. غير كده يا ريت يعني لما يبقى عندنا اعتراض على امر من امور ربنا او اي حاجه في دينه نفحص ونبحث عنها بادب وباحترام، مش بقله ادب وبافيه سرسجيه. العده في الشنطه والعده مستعده والجو ده. تعال نشوف اللي بعد. ثانية واحدة معلش أنا آسف. حلقة عبود كاست الرابعة نزلت الحد 14/7، فلو أنت بتشوف الفيديو ده بعد يوم الحد بتاع 14/7 روح شوف الحلقة الرابعة من عبود كاست. قصة جميلة وطويلة، هي مش جميلة هي مثيرة. واللي بعده يا سيدي مش بعيد قوي عن الفنانة بدرية، لأن هما الاتنين كانوا في برنامج واحد اسمه الستات ما بيعرفوش يكذبوا. فعلا الستات ما بيعرفوش يكذبوا يا مها ولا بيكذبوا؟ لا ما بيعرفوش خالص، لا ما بيعرفوش خالص. وهو فعلا طلع ما بيعرفوش يكذبوا، لان مع اول كذبه كانت فضيحه والاستاذه اتكشفت. لوحات وفرنتشر كمان. واو. دي لوحه خطيره يا مها، خطيره. اللوحه دي اسمها ايه يا مها؟ وده باختصار عشان اللي ما يعرفش يعرف ان اللوحه اللي هي عرضتها والكام لوحه اللي هتعرضهم تاني في البرنامج مش بتوعها، هي مش رسمهم خالص. دخلت على جوجل عايزه لوحه حلوه، جات لها كام لوحه حفظتهم طلعت في البرنامج عرضتهم. متكبلين. ما بتسميش لوحاتك يعني؟ بحاول دلوقتي الاقي ان انا الاقي ثيم او الاقي فكره، يعني حاجه تجمع لوحات كتيره
واعملها يعني. والمستفز بقى ان اللي طلعوا دول منهم حد يدوب على قده كحاله ماديه من ناحيه اللوحات بيكسب حاجه بسيطه، وحد تاني حالته واقعه جدا لدرجه انها قالت انا برسم وبحاول ابيع لوح علشان اجيب بيت يسترنا انا واولادي. واكتر ما استفزني بقى بصراحه هو لحظه ما الناس سقفوا وهي كانت فخوره جدا بالتسقيف. يعني انت متخيل انك الناس اللي قدامك دي كلها عماله تسقف على حد اصلا واقف ورا الكواليس وانت واقف على المسرح بتعمل كده؟ يعني حال سيدات كثيره يعني ان هم بيبقوا عايزين يبدعوا او يبقى ليهم مكانه او صوت او عاوزين يكذبوا او عايزين يرسموا او طب لو عايزين يرسموا واحنا مثقفين وفنانين وناس يعني المفروض دماغنا متفتحه شويه، ما نكذبش كذبه زي دي في العلن ده، بل ممكن نعمل حركه صايعه، وهي مش صايعه، هي حركه تافهه برضو، بس يعني على الاقل هيبقى بنت اللي عاملاها. ادخلي على اي موقع من مواقع الذكاء الاصطناعي دلوقتي، يعني بص ممكن حالا دلوقتي والله نتخيل مثلا بنوتة واقفة على البحر وعلى كتفها حمامة وبتنظر نظرة أمل. أنا أهو أنا ما بعملش حاجة، في صورة ظهرت هنا كده، أنا هعمل الكلام ده دلوقتي وأنا بمنتج. الموضوع سهل. طب بص، عايز لوحة لوش إنسان مقسومة نصين، نص حزين ونص سعيد. أو وأنا سايب إيدي أهو واثق إن أنا حطيت لك صورة هنا تانية. الصورتين دول مفيش انسان في العالم رسمهم، انا اللي خليت الذكاء الاصطناعي يولدهم دلوقتي. فانت كان ممكن تعملي كده، تجيبي كام صوره لو انت خلاص حابكه الكذبه قوي، على الاقل تبقى كذبه بس ما تبقاش كذبه وسرقه. لكن ليه نعمل كل الحوار ده ونسرق مجهود ناس؟ وايه الفايده في الاخر؟ انا مش فاهم، يعني بجد مش فاهم ايه الفايده. بس اللي عايز استفيده وافيدهولك من موقف زي ده، اولا ما تكذبش مهما كنت فاكر انك ذكي، لان مهما اتذكيت في الكذب هتيجي لحظه غباوه كده تجيبك على وشك. دي الاولى. الثانيه، اسعى واجتهد، ومهما كان مفيش ناتج او مقابل للي انت بتعمله كمل وحاول. طب دي نستفيدها من ايه؟ استفيدها من الكام فنان اللي كانوا راسمين اللوح دول وما كانش حد يعرف عنهم حاجه. يعني مثلا الصوره دي اللي هي بتاعت الحمام دي، اللي رسمها اسمها ليزا او ليسا. ساعه ما حصل الحوار كان الاكونت بتاعها عليه 2000 متابع. حالا وانا بصور لك الفيديو تقريبا عدى ال 100,000 متابع بجد. او ماي جاد، ربنا يرزقك. فده اللي انا قصدي اقوله لك، ان اللي اجتهد كتير موقف بعيد عنه هو مفيش بايده حاجه، جاب له حقه وجاب له مجهوده واداله مقابل اللي هو تعب فيه. ونفس الموقف للي كذب حوله المسخه والفضيحه، وخلى حتى البرنامج اللي استضافها بقى مشمئز منها لانه حطتهم في موقف وحش، واكيد هي واولادها وكل ما ليها متضرر من اللي هي عملته. وكل ده من ايه؟ من كذبه تافهه ملهاش اي معنى. واللي بعده يا صديقي هو اكتر حاجه عملت ضجه في مصر الفتره اللي فاتت، سنترال رمسيس والحريق اللي حصل من وقف النت والاتصالات وما كان يعني المشاكل اللي حصلت منه دي كلها. ده اللي خلاه كان اكتر حدث الناس بتتكلم عنه في مصر. بس انا سبت كل الناس ورحت الخبراء الامن السيبراني، الامن القومي، الامن الداخلي، الامن الخارجي، الاندر. بص، هم خبراء في كل حاجه، لكن هم مش علماء، هم مجرد تيك توكرز. جماعه الشبكات على مستوى الجمهوريه كلها والخدمات بتاعه الانترنت والحاجات دي كلها مقطوعه بسبب الحريق اللي حصل في سنترال رمسيس. الانترنت في اماكن كتير جدا جدا على مستوى الجمهوريه متوقف، حتى انت ممكن في الراوتر تلاقي ان اللمبه حمراء ومفيش نت. يعني ده حد طالع يقول لك ان النت مقطوع في مصر كلها، بيقول لك ازاي؟ عن طريق ان هو راح صور فيديو ورفعه لك على النت. محدش يقلق دلوقتي، جاري حل المشكله، لان زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات بدات الحرب البارده ما بين مصر وإسرائيل. انتصار كبير جدا. هم هيعملوا زي اللي حصل مثلا النهارده في سنترال، يستهدفوا منشآت حيويه، تعطيل للاقتصاد بتاعك. ده اللي تنتهجه دلوقتي، تحاول ان هي تستهدف المنشآت الحيويه عندك، بتجند ناس يعملوا كده. للاسف خاينين وبايعين وطن. استنى ايد معايا يا صاحبي. مبدئيا اللي عملت كده اسرائيل، هي اللي بتعمل كده علشان بدات معانا الحرب البارده. 1 2 ساعدهم على كده مين؟ للاسف خاينين وبايعين وطن. يعني كده اسرائيل ضربتنا، فينا خونه، الشعب المصري فيه خونه عملاء. وخد اللي بعده. الفكره بقى هنا، انت هتتعامل ازاي مع الموضوع ده؟ هتتعامل بوعي ولا هتقعد تشتم وتقول اصل الدوله ومش الدوله؟ لا، هقعد اشتم، بس مش هشتم في الدوله والبتاع اللي انت بتقول. انا هشتم فيك انت بتقول لي اتكلم بوعي او افهم بوعي. طب انا هوعى اهو. في اوضه في سنترال مليانه كهرباء وسلوك وبتاع، ولعت هوبا.
يبقى كده اسرائيل. ده ما هو ده وعي؟ يعني انت شايف ان انا كده بفكر بوعي؟ كل الكروت اللي بيلعبوا بيها خسروها قدام، ما قدروش ان هم يعملوا اي فوضى حواليك على حدود. ما قدروش يعملوا فوضى على حدودي. السودان منتهى الامان، فلسطين عايشين ومتهنيين، ليبيا في منتهى الهدوء، سوريا في منتهى القوه. لا فعلا كل الحدود متامنه، مفيش غير السنترال بس اللي نسينا نامنه. ان كل اللي فات هم خسروه، كل الكروت اللي بيلعبوا بيها خسروها قدام، ما قدروش ان هم يعملوا اي فوضى حواليك على حدود، بيدخلوا لك من العمق. بس انا يا ابني يا كابتن انت عندك فقدان للوعي. يعني هم كل اللي حاولوا يعملوه حواليك فشلوا فيه، فجولك في العمق. يعني المفروض ان هم بيدغدغوا بره فيوصلوا لجوه، لكن انا قدرت احجمهم بره فنطوا جوه. انت بتقول ايه؟ الحدود بيدخلوا لك من العمق. بس انا عايزك تطمن، اجهزه الدوله شغاله على اعلى مستوى وقادره ترصد كل التحركات دي. يختي يعني قال لك انت اتضربت في العمق، ماشي، في العمق اتضربت في العمق، وفي خونه جوه وهم اللي قدروا يعملوا كده. يعني انت المفروض دلوقتي ركبك بترعش، انت في خونه جوه وفي ضرب في العمق حصل، ولكن اجهزه الدوله شغاله على اعلى مستوى وقادره ترصد كل التحركات دي. لو اللي انت بتقوله كله صح، لو انت بتتكلم بوعي دلوقتي واللي بتقوله كله صح، يبقى ما ينفعش يبقى اجهزه الدوله دي فايقه. انت كده بتتكلم على دوله مخترقه. فمنين اجهزه الدوله فايقه ومنين بتقول ان هم يا ابني انت قبل ما توصل لاجهزه الدوله دي كنت دمرتها اساسا. في عز ما انت بتتعامل بسياسه شريفه، هم بيلعبوا ازاي وبيستهدفوا منشآت حيويه عندك. بص الرياكشن ده اللي هو رياكشن. شفت بنت الكلب اللي قعدت اقول لجوزها انها كويسه ومحترمه، رايحه اول واد عليا وتخليه يقول عليا. ده مش اسلوب حد بيتكلم بوعي وبينصح ناس في قضيه زي دي. يا صاحبي ده سنترال، في كابلات وفي بتاع، وارد يحصل حريقه. في ايه المشكله؟ حريق سنترال رمسيس. الحريق حصل يوم 7/7 الساعه 7، والدور اللي اتحرق كان الدور السابع. السؤال هنا بقى، هل دي صدفة؟ انا مش فارق معايا اذا كانت صدفة او لا، انا كل اللي فارق معايا الناس تشوف حريقة تروح تطفي، وده يشوف الحريقة يفتح جدول الضرب. يوم 7/7 الساعة 7، هل دي صدفة؟ طب يا سيدي مش صدفة، انا همشي معاك على انها مش صدفة. ايه اللي ممكن يبقى خطر في الرقم 7؟ يعني ليه هيختاروا حاجة زي دي؟ ايه الاشارة من كده؟ ما هو مش منطق يا صاحبي، والله ما منطق ان انت عشان التاريخ صادف كده يبقى اكيد دي مش صدفة. طب يعني ايه الدولة الغريبة اللي عايزة تضربك مثلا هتختار لك حاجة زي كده ليه؟ عايزة تضربك بشياكة يا عم. ايام الاسبوع 7، والوان الطيف 7، الطواف حوالين الكعبة 7، النوتة الموسيقية 7 نغمات. يا راجل ده حتى عدد عجائب الدنيا اللي منهم الهرم الاكبر 7. فلو كلنا مشينا بدماغك دي كنا هنربط كل 7 بالسبعة اللي قبلها. حريق سنترال رمسيس انتهى على خير الحمد لله. ده تحديدا محتاج اكلمه، لان الفيديو اللي انت شايفه ده كان تقريبا بعد ما الحريق بدأ بساعة مثلا. عارف الناس اللي هي ما بتصدق تلقى ترند يجي هوب يجي يركب على الترند يقع، فالترند لا مؤاخذة هو اللي كده يعني. ده اللي حصل له، لان هو المفروض نزل الفيديو ده بعد الحريق بساعه. الحريق زي ما انتم عارفين فضل مستمر لتاني يوم، فالاستاذ يعني بعد ما الحريق بدا وقبل ما يجي خبر للمطافي حتى تروح تطفي كان هو بيعمل الفيديو ده. تداركنا الموضوع انا ورجالتي في الوقت المناسب. 2 من رجالتي اتصابوا بحروق من الدرجه الاولى وحالتهم حاليا مستقره الحمد لله. عرفت انقذ عيله مكونه من 3 افراد كانوا رايحين يجددوا اشتراك النت، وسياده محافظ القاهره قرر انه يعمل لي تمثال في نص القاهره ان شاء الله. شكرا لكل سنه عليك. طب انا مش عايز اتكلم عنه كتير لان هو بجد مستفز، لكن عايز اقول له تحديدا يعني لو هو بيشوف اللحظه دي احب اقول لك ان انت بفيديو اهبل زي ده تاجرت بارواح ناس ماتت. يعني الحريق راح في ناس ماتت فعليا، فتخيل انك جايب ميت وبتعمل من جثته محتوى عشان تضحك، عشان تبان كوميدي فشخ وداهن نفسك صماد وبتاع على اساس انك تبقى شبه اللي بيطفوا. عمرك ما هتبقى شبههم. في فرق شاسع يا معلم ما بين اللي قاعد لا مؤاخذه عليها كده معتمد على اللايفات وعلى الدعم اللي بيجيله على هيئه شحاته الكترونيه، وما بين الراجل اللي دور على شغلانه وراح يشتغل في المطافي وجات له لحظه زي دي وراح ويعني ومارس شغلته بكل ما يملك من قوه لغايه ما تلهلب واللي شالته الاسعاف واللي اختنق واللي مش عارف حصل له ايه. يعني حاجات كتير حصلت له لمجرد ان هو راجل وبيأدي شغله. فالهباب اللي على وشك ده عار عليك لكنه بيبقى شرف على وشه هو. فانت ممكن تكمل في العبط والهبل اللي بتعمله عشان الناس الاهبل منك حرفيا تضحك وتدعمك وتديك فلوس تزود بيها هبلك، لكن ما تضمش نفسك للمجتمع او تحديدا للرجاله اللي في المجتمع. اتمنى يعني. فمن هنا كل الشكر لكل راجل شغال في المطافي واللي شغال في الاسعاف لما راح خد المصابين، كل الناس الجميله اللي هي شبهنا وطالعين مننا، كل الشكر ليكم وربنا يا رب يقويكم على اللي انتوا بتشوفوه. اما هؤلاء فلا.
يعني مش هتكلم عنهم تاني. ما تنساش تحط لايك وخليك كبير.